السلام عليكم البنات، الزول في الله وانتم واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نبداو لا فيديو تاع اليوم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله كل ما نجي نطلع لكم فيديو جديد انا نلقاكم ثانيا وصحتكم تكون مليحه. اول حاجه حابه نرحب بالمشتركات تاوعي، سواء المشتركات القدام ولا المشتركات الجداد اللي انضموا لينا. نقول لكم الف الف مرحبا بكم خياتي، شرفتوني ونورتوني. ولي اول مره تشوف قناتي واش نقول لك اختي حبيبتي، ان شاء الله تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس هكذا يوصلكم كل جديد من عندي. وعلى بالك تشتركي في القناه ما رايحاش تندمي ابدا، على خاطر رايحه تستفادي. كيما راكم تشوفوا اختكم جاتكم بلا روتين لليوم الثاني لرمضان. نوض الصباح كانت دائما كيما نقول لكم حالتي نظيفه، على خاطر نحي الغبينه هذيك تاع شقا كامل في الليل قبل ما نرقد. كي نوض الصباح هكذا نلقى كل شيء نظيف، كل شيء مست في بلاصتو. وخبيت غير هذوك الماعن اللي كنت غسلتهم مور الفطار، خليتهم حتى الصباح كي سقطروا مليح مليح. اكيد كل حاجه حطيتها في بلاصتها، كل حاجه ستفتها في بلاصتها، كل حاجه نظفتها. هكذا يجيني النهار تاعي خفيف وسهل. كي على بالكم النهار الاول طيبت قيس يومين اقعد لي الحمد لله طرح ربي البركه. قلت سيما لا لما لا ما نوش العجينات تاع لي طاطولات كيما سبق وقلت لكم. كنت ناويه نديرهم من تحضيرات رمضان، الا غالب ما كفانيش الوقت وكان عندي ظرف هكذا ما وجدتوش الا هنايا. نوت نديرو اصلا كان الزوج طلبهم مني هكذا باه ياكلهم. قلت اليوم كيما عنديش الشقه هذاك اللي يكون بزاف بزاف نوط ليهم كيما راكم تشوفوا. المهم هذيك العجينه نص الكميه درتهم حجم كبير كيما راكم تشوفوا، اما نص الكميه اللي قعدت لي درتهم ثانيك اصغر هكذا. حبيت النوع، اللي حاب ياكل الكبيره ياكل الكبيره، واللي حاب ياكل الصغيره يهز وحده الصغيره. الا هنايا رايحه نشارك معاكم واحد الوصفه تاع كريمه دبلومات اروع ما يكون. هذه الوصفه عندي مده وانا ما اعتمدتها وجامي نبدلها، على خاطر ناجحه 100%. كيما راكم تشوفوا عندي حبه بيض، زوج مغارف السكر عادي، وعندي مغرفه ونص تاع المايزينا. نجيب الا هنايا نحركهم مليح حتى يندمجوا. باه نضيف كاس حليب بارد، انايا نفضل اني نحركها قبل ما نضيف هذاك الحليب. كيما على بالكم كي نضيفوا الحليب قبل ما نحركوا البيضه رايحه تعبنا في التحريكه تاعها، يقعد لنا شوف خطوط خطوط. وحنايا باه تجينا كريمه ناجحه ديروا هذه الطريقه رايحه تنجح معكم. كي نحرك هذاك الخليط يندمجوا مليح مليح، نروح نحطها فوق النار وتكون النار قليله هكذاك باه ما تحرقش معنا هذيك الكريمه وتلصق لنا في قاع الكاسرونه. كما راكم تشوفوا رحت شعلت هذيك الشعله الصغيره كاع اللي راهي في الكوزينيير، ونظل نحرك بيدي حتى يثقل الخليط ويبدا يدير هذوك الفرقعات. ثم كنطفيلو هنايا يعني راهي وجدت الكريمه تاعنا. ونضيف نص مغرفه تاع المارغرين نحركها مليح حتى تذوب لي، ونزيد نضيف مغرفه صغيره تاع لافاني هكذا باه تجينا النكهه مليحه. ونروحو نفرغها في طبيسي هكذا ولا في اي اناء حتى ينقص لها شويه هذاك الفار الزايد، ونغطيوها ببابي سولوفان ونحطوها في الفريجيدير حتى تبرد باه نجبدوها نخدمو بها. ولكن انايا هنايا كي كنت مزروبه رحت غطيتها وحطيتها في كونجيلاتور، ما غفلتش عليها ما خليتهاش حتى جمدت بردت تبارك حكمه روحها. جبدتها ونخدم بها كيما راكم تشوفوا. لهنايا البنات بابي سولوفان هذا نحاول اني كي نحطو فوق هذيك العجينه مباشره هكذا باه ما ديرليش ليميديتي هذاك، باه ما تفسدلناش الكريمه تاعنا. هاولي كيفاه غطيتها رحت حطيتها في كونجيلاتور وليت لهنايا
جبت صوالحي رايحة نبدا نحط وندير اعشاية وندير واش خصني كامل هذو التحضيرات انايا ساعدوني لقيتهم كي الحسنة. يوميا انايا يا خياتي كاينه سلطة وكاين البوراك والحميص لازم نديرهم جداد. وثاني حابة نجاوب واحد الأخت قالت لي في التعليقات على قداه راكي تدخلي للكوزينة في ديني باه تلحقي كل شيء حبيبتي. أكيد رايحة نجاوبك على كل شيء سباق وأني جاوبتك في التعليقات، ولكن حبيت نزيد نجاوبك هنايا في لا فيديو هكذا نفيدو بعضنا. شوفي كما سبق وقلت لكم انايا هذو التحضيرات ساعدوني وفادوني بزاف بزاف. كنت شاركت معكم النهار الاول فورت هذاك الروز، درت لافاس تاع البوراك والحميص ثاني يا البنات هزي كميه شويها قشريها وقطعيها وخبيها في الفريجيدير قيس هكذا. المهم الكميه تاع مده اسبوع. المهم الحاجه اللي ما رايحش تفسد لك تجبديه طيبي بالمعقول. هذو كامل رايحين يساعدوك. وثانيك انايا كي نروح ندخل الكوزينه نطيب ماشي نطيب حاجه حتى نكملها باه نروح نطيب حاجة واحدة أخرى، لا نحط نطيب كل شيء ضربة واحدة يد هنا يد لهيها. المهم لازم تصرالنا كي نحلا في الكوزينة تاعنا. وثاني كي توسخ لي مغرفة ولا طبيسي نروح ديريكتومون نغسلو هكذا ننظم وقتي هكذا نربح الوقت هكذا. نلقى روحي في الكوزينة كي الحق وقت الربعة هكذاك ولا المهم الربعة غير ولا الربعة وشي خلاص كملت كل شي نطفي عليهم ونوجد هذيك الطابلة نحط فيها طباصة ونحط فيها الفراش طول المغارف ونحط فيها هذوك الكيسان والكسرة والشربت ولا الجازوز هذا ما كان واش نحط ونخليها ونروح نصلي العصر تاعي ونزيد نقرا شويه القران. وثاني ولا قعد لي الوقت نقعد شويه كي تلحق الستة اكيد رايحه نزيد نولي ندخل للكوزينه. كي قعد لي غير حاجه تاع القليان هكذا باريكزومبل البطاطا ولا البوراك المهم حاجه تاع القليان هذا مكان نبدا نقليه ومن بعد نزيد نوجد الطبله في نفس الوقت. لهنايا نروحو نكملوا الوصفه تاع الكريمه تاعنا. كيما راكم تشوفوا بعد ما بردت لي كريمه باتيسير جبتها وراني هنايا حاولت اني نعاود نخلطها بالباتور وملهيها. كنت ما قبل وجدت كريمه شونتي درت شتو الكاس تاع وليد كاس غير اسبوع. المهم بودره الشونتي لحقوها للخط هذاك وزيدوا النص كاس تاع الحليب هكذا باه تجيكم الكريمه الشونتي تاعكم متمسكه وتكون مليحه. خلطتهم مع بعضهم وحبيت ندير الذوق تاع الشيكولا كيما راكم تشوفوا. زدت هنايا درت نص مغرفه تاع الكاكاو ونص مغرفه تاع شيكولا طاطيني. حاولوا انكم ما تكثروش الشيكولا سينو رايحه يجي الذوق تاعها يقهم. ديروا غير نص مغرفه برك هكذا تجي الحلاوه تاعها اروع ما يكون وتجي بنينه بزاف بزاف يا البنات. اللي هنايا كنت ثانيك خبزت قرصة وحدة صغيرة تاع الكسرة راني نطيبها. وكان عندي ثانيك شوية تاع المطلوع في كونجيلاتور جبتوه نخليه يدي كونجلا ونعاود نحميه هنايا فوق الطاجين. هذا واش درت اليوم كي لحقت الستة عاودت دخلت للكوزينة كملت وجدت الطابلة ولحقت 6:10 رحت قليت هذا البوراك يا البنات. انايا البوراك دايما نقليه من قبل الاذان ب20 دقيقه ولا ربع ساعه هكذا باه يبرد لنا شويه بعدا كي عاد بني صايم مانيش حابه نحطه له سخون سينو على بالكم كيفاه يكون هذاك الفرماج سخون الحشو سخون ماشي ياكل ويتعب في روحه. وانا دايما يا خياتي دايما كي نقلي البوراك نحط البابي سويتو في الطبسي هكذا ينقص لي الزيت هذاك الزايد ونزيد نحط هنايا فهذا اللي رايحه نقدمو. المهم لازم نتفاداو في شهر رمضان الزيوتات هذو
زايدين على خاطر راهم يعني يضرونا في الاستوما. هكذا انايا معتمده على النظام كيفاه راني ننظم وقتي في رمضان. ان شاء الله كنت فدتك يا لو كان ابلة قليل. وثاني يا البنات كيما شفتوني كي كنت نقلي البوراك ما كثرتش الزيت وجاني حميمر مقرمش. الله يبارك، حاولوا انكم تنقصوا الزيت على خاطر راني نشوف بعض العائلات كي يروحوا يقليو هذاك البوراك رايح يعمروا هذيك المقله باه يقليوها، يعني هذيك ما هيش مليحه. قلوا كل ما تشوفيه ما فيش في المقله هذاك الزيت عاوديه اقطري اقطيره تاع الزيت هكذاك. المهم قلت لكم يجي اروع ما يكون البوراك تاعكم ويجي ماهوش شارب الزيت بزاف. الا هنايا كي قعد 5 دقائق هكذاك للاذان دائما انايا يا خياتي العزاز نحب نسربي شربه فريك. كيما على بالكم الفريك راه يحكم السخانه مدابيه كي نروحو نقعدو ناكلو نلقاه يعني دافي هذا مكان. اما الكميه اللي كنت درتها على يومين الفريك خلاص لي كملناه. اما هذا الزيتون راه طرح ربي فيه البركه كما راكم تشوفوه. عمرت ولكن زدت قعدت لي كميه ما نطيشهاش. رايحه ندير لها حسن التدوير دوك نشوف ندبر لها كاش تدبيره ونعاود نديرها ونحطها نفطروا به يا خياتي العزاز. كما نقولوا العين تاكل قبل الفم. هذه هي وربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وأي وحدة شهيتها نقولك حبيبتي شهيتك في الجنة. سمحولي بالبزاف. للأسف هذه هي الخدمة تاعنا، لازم نبارطاجيو معاكم اليوميات تاعنا. شوفوا هذيك السلطة ما شاء الله، أنا لو كان نصيب ناكل غير مورف تاع شربة فريك ونزيد هذه السلطة على خاطر تجيني خفيفة ما شاء الله. الحمد لله كاين كل خير. ولي اي وحده ما عندهاش واش نقولك حبيبتي ادعيها للربي، تقربي للربي اكثر واكثر وربي يرزقك من الباب الواسع تاعو يا رب العالمين. هذه هي يا خياتي العزاز. شوفوا لي ركزوا لي على هذيك لاكريم كيفاه جات اروع ما يكون. البنه القوام ما عندي ما نقول لكم. هذه هي طاولتي لليوم الثاني، الطاوله البسيطه المتواضعه. كيما راكم تشوفوا اللي هنايا كنت حكمت معاكم كي كنت نغسل الماء بعد ما نفطر هكذا. دائما يا البنات لازم عليكم ديروا ما تخليوهمش يقعدوا للسحور ولا تخليهم يقعدوا الغدوه باه تنوضي تصليهم. لا غير ما تنحي طابله تاعك ديريكتومون تبعيهم تغسليهم هكذا باه تخفي الشغل على روحك. وثاني كي تكملي ديريكتومون روحي جيبي هذيك الصابون الرغوه الله حكي الكوزينه تاعك سيقيها مليح مليح. كي تنوضي صباح تلقايها يعني رحمه ربي تلقايها خلاص كل شيء مستف كل شيء نظيف. هذه هي اللي لازم ديروها يا خياتي العزاز. المهم راني نشارك معاكم، نحب نحفزكم حتى انتم هكذا تنحيو بالك شقة تاع نهار وكاع تنحي. وهي البنات كيما راكم تشوفوا اللي هنايا كي كملت هذوك الماعن رحت نسيق الكوزينه. يا خياتي اللي سقسوني على دالدوسول تاعي كيفاه يقعد يلمع لي، اكيد دالدوسول كي يعود مالبري هكذا في الاصل هو اصلا راه يلمع، ولكن دائما كي نجي نسيق وندير الرغوه كيما راكم تشوفوا بعد نعاود نشلو بالماء ونعاود ثانيك يا البنات كي نشوفوا مازال ما حلتليش نعاود نجبد نعاود نمسحو بالنشافه. ولا كي نشوفوا جبدتو مليح مليح اكيد ما رايحوش يعني نعاود له بنشافه نكفي غير بالفروطوار يقعد نظيف. هذه هي. وانتم طمنوني عليكم واش راكم ديروا واش راكم طيبوا. شاركوا لي الاراء تاعكم مدابيا انا ثاني يكون على بالي تشاركوا لي الافكار بالك
نهز على الافكار تاعكم ان شاء الله. اي وحده لحقت لي لهنايا نتمنى منك انك تخلي لي الجيم تاعك. المهم لحقنا لنهايه الفيديو، اطلعوا في رواحتكم، مع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله.